السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله في فيديو جديد غادي نشارك معكم هاد المسمنات ديال البنات بطريقة اقتصادية وزوينين بزاف وكيجيو بنان. وهادو مسمنات مدورين على شكل بسيطلات زوينين 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 بزاف الصراحة واقتصاديين. أنا خدمتهم طلبية وغادي نشارك معكم داكشي اللي خدمت بالتفاصيل. هنا كما كتشوفوا معايا أنا كنعبر قدامكم الدقيق بالميزان. بالنسبة للدقيق يا البنات راه الفورس الخاص بالحلويات. هنا ان شاء الله انا عبرت قدامكم كيلونس ديال الدقيق خاص بالحلويات. اي نوع كديروا نتوما اختاروا داك اللي خاص بالحلويات ديالو، راه كيكونوا 3 ولا 4 ديال الماركات، خذوا داك اللي خاص بالحلوى. درت شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وغادي ندير معلقه صغيره ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره د الحلوى. هادشي اللي غادي ندير هنا، ما غاديش نضيف لا خل لا زيت لا حتى شي حاجه لا عسل لا والو. هادشي اللي غادي نضيف ان شاء الله في هاد العجين وكيجي زوين وممرق وكيجي زوين ومقرمش. بالنسبه للعجينه ان شاء الله غادي نعجنو بالماء بارد مروبين. صافي نجمعوا العجين عادي كما كنجمعوا اي عجينه. من الاحسن نجمعوا غير بيدينا باش الماكينه ما تسخنش لينا العجين. كنفضل انا نجمعو هكا بيدينا باش ما تسخناش العجينه. صافي نجمعو إن شاء الله. بالنسبة لهاد العجينة البنات شتوني أنا درت كمية كتيرة. بالنسبة للما ما غاديش نعطيكم بالضبط القياس ديال الماء. الماء على حسب النوعية ديال الدقيق. مثلا أنا دخلت 4 ديال الكيسان، هذاك راه الكيسان ديال الشريب ديال الماء، ماشي دوك الكيسان، ماشي كاس العنبة، هذا راه كيهز 2 من ديال العنبة. صافي غادي بعد ما جمعت العجين لميتو غادي نحطو هنا ان شاء الله فوق سطح العمل. غادي ندلكو غير شويه ماشي بزاف، المهم شي شويه خصني ندلكو باش العجينه ديالي تماسك وتجيني مطاطيه وتجيني زوينه وتجيني مزيانه في الخدمه. دلكوها البنات شي شويه ماشي بزاف، ماشي شي دليك كاع، غير شويه. صافي ها نتوما كما كتشوفوا لا فيديو راه ما كنقص والو ما كنزيد والو. داكشي اللي كاين هو اللي كنصور ونحطو معاكم. صافي غادي ندير ان شاء الله العجين ندهنوه بشويه الزيت ونديرو فواحد البلاستيك ونمشيو ان شاء الله باش نحضروا الحشوه. غادي تشوفوا معايا. هنايا البنات انا كندير واحد التقنيه ودرت هنا واحد الطريقه. نتوما كتشوفوا عندي كميه كبيره ديال البصله. هاد البصله البنات الخضريه اللي كاينه دابا دغيا كدوب، طحنتها في الاول في الهاشوار شويه، قلت بلاش نديرها غير هكا نقطعها مربعات صغار لان هاد البصله كدوب. غادي ندير لها ان شاء الله شويه د الملحه وغندير لها كميه كثيره شويه ديال الزيت، لان هذيك الزيت غادي نصفيها من بعد وغادي نحتفظ بها وغادي تشوفوا شنو غادي ندير بها. صافي هنا غادي ندير لها شويه ديال الملحه فقط والزيت وغادي نديها تتشحر عاد باش ان شاء الله نقسموها على الحشوات اللي بغينا. هنا ملي كنشحروا كمية كتيرة مع بعضياتها كناخدو داك الزيت ديالها فاش شحرناها هو اللي كنحتفظوا به، كنبقاو نقرصوا به المملحات. راه كيجي زوين البنات، غير جربوا هاد الطريقة راها زوينة. صافي هنا ان شاء الله فواحد المقله اخرى غادي ناخد واحد الكمية من هذيك البصلة اللي شحرت وغادي ندير لها اضافات ان شاء الله. هنا غادي نزيد لها عندي خز محكوك اولا قول مهاشي في الهاشوار. غادي ناخد كمية ونخلي كمية باش غادي نديرها في الحشوة التانية ان شاء الله كما غتشوفوا معايا. صافي هادو حتى هما ان شاء الله غادي نديهم يتشحروا. ما نساوش بان البصله راه درنا ليها المليحه، يعني الملحه اللي غادي نضيفو من بعد غتكون القياس. هانتوما كما كتشوفوا معايا تبارك الله راه خصو هاد الطريقه هادي خصو خيزو حتى يطيب يتعسل وديك البصله حتى هي تشمر تحمر تاخد داك اللون الذهبي باش كتجي واحد البنه زوينه في هاد الحشويه البنات. هنا غادي نضيف ان شاء الله واحد الفلفله خضراء مقطعه صغيره. إلا ما بغيتوش تضيفوها ما تضيفوهاش، اختيارية، ممكن أنكم ما تضيفوهاش. هنا كما كتشوفوا معايا راني كنشحر في هذيك الحشوة مزيان. الإضافات اللي غادي نضيف هنايا إن شاء الله غادي نضيف التحميرة وغادي نضيف الخرقوم وغادي نضيف الكمون وشوية ديال الصوص الصوجا. هاد الصوص هاد لاصوص البنات الصوجا ديال الشامبينيون، وشوية ديال الصوص ديال السمك، صوص الصوجا بالنكهة ديال السمك أولا الصوص الصوجا ديال السمك.
هادو هما الإضافات اللي غادي ندير، لأن هاد الحشوة هادي علاش درت فيها الكمون ودرت فيها التحميرة ودرت فيها الفلفلة باش يجيني المذاق ديال الحوت. هنا كما كتشوفوا معايا راني ضفت واحد الكمية ديال القطع ديال صدر الدجاج، هنا راه ماشي بيبي راه صدر ديال الدجاج البنات باش خدمت. هاد الحشوة كتجي زوينة يا البنات، كتجي زوينة بزاف. غادي نضيف هنايا إن شاء الله الزيتون، وغادي نضيف إن شاء الله الربيع، وغندير نضيف الشعرية الصينية. هنا راه عندي كمية ديال الشعرية الصينية غادي نخدم بها حتى هي على 2 مرات. خذوا ديال الروز اللي تتكون مكتوبة بالأحمر والكحل. هنا غادي نضيف إن شاء الله الحامض مصير مقطع حتى هو طريفات صغار، وغادي نضيف شوية ديال الربيع لهاديك الشعرية الصينية، ونحرك كلشي إن شاء الله. راه عندي أنا ناشفة هاد الشعرية مخلطة مزيان. هنا راه كندير اليد اللي موالف يخدم بيديه راه ما يمكنش يغير الطبيعة ديالو. من بعد عاد باش درت درت المعلقة ديال الخشب. غادي ناخد إن شاء الله واحد الكمية حتى نخلطها مزيان باش تندمج مع بعضياتها كما تشوفوا معايا. شوفوا يا البنات كيفاش جا داك اللون ديال ديك الشعرية كيفاش ولات بنينة مع هاد الحشوة جات زوينة. أنا كما قلت لكم الحشوة شحروها مزيان، خليوها حتى تشحر تقولوا صافي راه غادي تحرق ولا شي حاجة، ولكن لا، غير خلوها تشحر بطبيعة الحال. ما غاديش تجهدوا عليها وتنساوها نتوما واقفين حداها وكتحركوا باش كتجي واحد اللذة زوينة بزاف هاد الحشوة يا البنات. صافي إن شاء الله أنا كنحرك باش نبردها. احتفظوا بها إن شاء الله. ندوزو باش نحضروا الحشوة الثانية. بالنسبة للحشوة الثانية حتى هي نفس الحشوة الأخرى راه كنت سبق لي شاركتها معاكم. بالنسبة للحشوة الثانية البنات غادي ناخد ديك الكمية اللي سبقات ليا ديال البصلة، وغادي نضيف لها إن شاء الله شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار على حسب الخدمة فاش باغا نخدمها أنايا. ونرجع عاوتاني حتى تعاوتاني تسخن هي وتطلق ليا شوية ديك الزمو ديالها. وغادي نضيف لها إن شاء الله الكمية اللي بقات ليا ديال الخيزو أو الجزر اللي مهاشي، حتى هي نخليها حتى هو حتى يتشحر مزيان وطيح مزيان هذيك الحشوة وتولي فيها واحد الريحة زوينة واحد المذاق زوين. صافي غادي نضيف لها حتى هي نفس الكمية اللي ضفت الحشوة الأولى ديال الصدر ديال الدجاج. أنا هاد الشي راني عابراه البنات وقاسماه معبور. هنا غادي نضيف إن شاء الله معلقة صغيرة عامرة ديال التوابل ديال الشاورما، وغادي نضيف إن شاء الله شوية ديال القرفة وشوية ديال الكركم، ونحرك مزيان. هاد الحشوة اللي درتها البنات راه كتجي بنينة. غندير فيها دوك مسمنات على شكل بسيطلات، وحتى ما غادي نزيد لهم شوية ديال لاصوص. هادي ما غاديش تغيرش ليا، غتعطيني مذاق زوين بلا ما تغير ليا الشكل ديال الحشوة. صافي هنا إن شاء الله بعد ما وجدت الحشوة ديالنا هي هانتوما كتشوفوا معايا، غادي نضيف لها شوية إن شاء الله ديال القزبر ومعدنوس مقطعين صغار أولا مقطعين رقاق. نضيفوهم حتى نحيدو تنطفيو عليها باش كيخليو لنا داك المذاق زوين. دابا إن شاء الله الحشوات ديالي واجدين، ها هما صافي غادي نخليهم يبردو. وغادي ندوزو إن شاء الله للعجين ديالنا بعد ما ارتاح وخدا الراحة ديالو. غادي ندهن بشوية ديال الزيت سطح العمل، وغادي إن شاء الله نخرج داك العجين ديالي. شوفوا العجينة البنات كي دايرة، شوفوا عاطية الطعم زوينة ومسرحة وتبارك الله وزوينة. صافي داك الشكل اللي شفتو معايا ما دلكوش يدليك، غير جمعوا العجين ديالكم مزيان وصافي ودهنوه وخليه في بلاستيك غذائي. هنا كما كتشوفوا معايا بالنسبة للعبارة البنات أنا غادي نعبر فيهم إن شاء الله 40 غرام. نتوما بغيتو صغر من هذاك الشكل اللي شفتو معايا في الأول ديال لا فيديو ديروا 30 غرام 35 غرام. صافي غادي نستمر إن شاء الله هكا، نبقى نعبر حتى نكمل كلشي هاد العجين اللي عندي.
ها نتوما كما كتشوفوا بعد ما كملتهم كاملين تبارك الله. هذه هي الزيته البنات اللي قلت لكم ديال البصله، صفيتها البصله الاولى ملي درتها تشحر اول مره، طيبتها مع الزيت وصفيت ديك الزيت وكنحتفظ بها كنخليها للمملحات. بعض المرات كنطيب فيها مطيشه والبيض كتعطي واحد البنه زوينه الصراحه، بلا ما نحتاج ندير البصله كناخذ غير شويه من هاد الزويته هادي كنديرها مع المطيشه كتشحر مزيان ومن بعد كنضيف لها البيض، كانت شي أكلة زربانة. بالنسبة للعجينة البنات كيما شفتوا معايا دوك الكويرات صافي كنورقهم كندهن بشوية ديال الزيت ديال ديك البصلة، وصافي كنورق العجين ديالي حتى كيتورق كندهنو شوية بالزبدة اللي عندي بوماد ونرشو بشوية ديال الدقيق صافي ونطويهم على 4 على هاد الشكل كيما كتشوفوا معايا. حاولوا أنكم تسرحوا العجينة مزيان رقيق 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 بزاف، قد ما سرحتوا العجين ديالكم رقيق قد ما غيجيوكم مقرمشين وزوينين، ما تخليوش العجينة غليظة. حنا أصلا دايرينها صغيرة باش نسرحوها مزيان ونطويوها هكا على 4 ونعاودو نطويوها على شكل مربع. صافي هنا ان شاء الله بعد ما كملت العجين كله اللي عندي كما كتشوفوا معايا غادي ديروا لنا شي بلاستيك تفرشوه للطاوه ديالكم. انا كنخدم بهذه الطريقه هذه في الطاوات. هنا غادي نرجع ان شاء الله لديك الحشوه اللي فيها اسمون نضيف ليها ان شاء الله الفرماج كيعطيها واحد البنه زوينه يا البنات. هادو هما المسمنات اللي غادي ندير على مشكل بسيطات مدورين، ضفت ليهم الجبن مبشور. هنا راني ضفت 200 غرام ديال الفرماج. الفرماج خذوا شي نوعيه تكون زوينه باش تجيكم الحشوه بنينه، راه كاين شي نوعيات ديال الفرماج الله يستر وصافي. صافي هنا ان شاء الله غادي ناخذ واحد الاطار 8 سنتيم هذا اللي فيه هذه الطويسه فيها 8 سنتيم، الا ما عندكمش خدموا بديال الشوكولاط. وغادي ان شاء الله ندير فيه العجين ديالي بعد ما نطلقوه شي شويه نسرحو ندير فيه الحشوه ونجمع كما كتشوفوا معايا نحاول نجمعها مزيان. وداك العجين اللي زايد نحيد نقطعو نتخلص منه ما نخليهش الزائد نحيدو ما نخليهش باش ما تجينيش هاد المسمنات ديالي او بسيطلات على شكل بسيطلات ما يجيونيش فيهم العجينه بزاف. صافي دائما كما قلت لكم كنحاول ندهن بشويه بديك الزيت ديال البصله باش كتعطيني واحد المذاق زوين الصراحه. بالنسبه للتعمار ديال هاد باش تعمروا ان شاء الله هاد الطويصه هذه الطويصات على حسب نتوما اللي بغيتو، واش بغيتو معمرين بزاف ولا بغيتو هاد القياس هذا اللي شفتو معايا انا كندير معلقه عامره في كل حبه. وهاكا نتو كيما شفتو معايا نتخلصوا من داك الزائد ديال العجين. صافي نستمروا على هاد الشكل هذا حتى نكملوهم كاملين. شوفوا كي كيجيو تبارك الله مقادين سمك واحد قياس واحد علو واحد تدويره وحده صافي هنايا درت هاد الكميه هادي. هنا انا راني سباق يا البنات غير باش ما نطولش عليكم لا فيديو. هنا غادي ناخذ ان شاء الله واحد الصفر ديال البيضه غادي نزيد ليه شويه من صوص الصوجه شي قطرات ما تكتروش بزاف باش ما يجيكمش اللون غامق بزاف. صافي نحاول ندهنهم. انا هنايا البنات راني دهنتهم رشيتهم شويه ديال الزنجلان ولكن ملي طابوا فضلت انني نضيف لهم شويه ديال الجبن او نضيف لهم شويه من داك الفرماج اللي عندي محكوك. داكشي علاش غتشوفوني هنا راني درت ليهم شويه اسمه ولكن ملي طابوا ما جانيش باين فيهم شي منظر بهداك الزنجلان يعني ما باينش بزاف. داكشي علاش ضفت لهم الفرماج من الفوق كما غتشوفوا معايا. بالنسبه للطياب غادي نشعل الفران كيسخن مزيان. منين ندخلهم غادي نقص الفران ما نخليش ناقص بزاف وما نخليش طالع بزاف موين ونديرهم حتى يطيبوا من التحت عاد باش نشعل لهم من الفوق نخليهم حتى يتحمروا. وقابلوهم يا البنات مره دوروا هاك ودوروا هاك دوروا الطاوه ديالكم على كل جهه باش يتحمروا باش ياخذوا لكم هذا اللون الذهبي اللي زوين. بعد ما طابوا شفتوني راه ضفت لهم شويه ديال الفرماج من الفوق. دابا غنجيو ان شاء الله باش نحضروا مسمنات على شكل مربعين. نتمنى ما نكونش كنكثر عليكم الهضره بزاف. ما نكونش كنطول عليكم. بالنسبه لهاد المربعين البنات غادي نطلقوا العجين ما تطلقوش بزاف حتى ترقوا بزاف باش ما تخرجش لكم الحشوه
وما تخليوش عاوتاني يغليظ بزاف، من الأحسن أنكم طرقوا الجناب وخليو الوسط هو شوية شوية مهبّر. صافي حتى هو نفس الطريقة كندير معلقة ديال الحشوة وكنسد بالزيتونة، هاد الزيتونة راه عندي مشرمل كنت مشرملاه البنات دايرة ليه الكمون ودايرة ليه شوية ديال الشونية وشوية ديال زيت الزيتون، ولكن ما دايراش ليه الصراحة التومة على حساب رمضان ما درتش ليه التومة. صافي هنا كيما شفتوا معايا كنسرحها على شكل مربع، ندير معلقة ديال الحشوة ونطويها على شكل ظرف أولا شكل أي ظرف نيت enveloppe. هنا إن شاء الله غادي نسد بواحد الزيتونة، ممكن تسدّو بزيتون كحال، ممكن تسدّو بزيتون أبيض، ممكن تسدّو بالطريف ديال الفلفلة حمرا أولا خضرا، ما عندنا الفلفلة راه دارت عاوتاني قرينات ودارت الثمن، ما عرفناش شنو السبب، ولكن اللهم ارفع عنا هاد الغلاء يا ربي. صافي حتى هي غادي ندهنهم بنفس الطريقة باش دهنت هادوك الأولين، صفر ديال البيض مع شوية ديال صوص الصوجا هو نفسه نيت. وندخّلوهم يطيبوا بنفس الطريقة باش طابوا هادوك الأولين. بالنسبة للبنات هاديك الكمية اللي شفتو معايا أنا درت كمية كتيرة، شي حاجة طيّبتها وشي حاجة درت ليها نص طيبة. ها نتوما كيما كتشوفوا معايا هادوك راه نص طيبة، وهادو اللي الوسط البنات هما اللي طايبين طيبة كاملة، والآخرين طيبت ليهم غير نص طيبة، وغادي نحتفظ بهم إن شاء الله في المجمد، غنديرهم حتى يتجمدوا، وغادي نجمع داك القياس ديال كل حاجة غادي نجمع ليها قياسها، هكاك بغاتهم ولاتهم صراحة ها هي هادي. وصافي أنا وجّدتهم ليها. نتمنى يعجبوكم هاد الشي اللي كنشارك معاكم يا البنات، ونتمنى هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منه، ونكون هاد الشي اللي كنشارك معاكم يعجبكم، ونتمنى تبارطاجيوه إن شاء الله مع الأهل والأصدقاء ديالكم. بالنسبة لهاد الشي كامل اللي كتشوفوا يا البنات غادي نخليه حتى يبرد وغادي نجمعوه في البواطات، وصافي غادي تديه إن شاء الله مولاتو، ونتمنى الله ينفع الجميع، اللي دا عندنا شي حاجة الله ينفعو بها. ونتمنى تكونوا استفدتوا. أنتم شفتوا كيلو ونص ديال الدقيق تبارك الله شحال خرجنا منه، والحشوة نتوما شفتوا راه شي حشوة كتيرة ولا مكلفة، ولكن تبارك الله راه صدقوني راه جاو بنان 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 بزاف وجاو زوينين، غير جربوهم راه ما غاديش تندموا عليهم راه غادي يعجبوكم. وهاد الشي اللي كاين البنات ها نتوما كتشوفوا هادوك اللي طايبين ها هما، الأخرين اللي نص طيبة راني درناهم في السلوفان. وصافي وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.